تصل إلى من ياهل، يمر خطير، خطيرة والهدف. الهدف التعادلي لإثيوبيا من جيتانر. ما مشكلة، هنالك المزيد من الوقت ونتابع الجالية الإثيوبية موجودة بكثافة. الأشقاء الإثيوبيين هم أحبابنا وأهلنا ومن حقهم طبعا يفرحوا. منتخبنا إن شاء الله سيتماسك وسيحقق الانتصار. إذا جيتانر ينجح في الدقيقة 14 من معادلة النتيجة. واحد نتابع في الإعادة في لحظة شرود. يستغل المهاجم الإثيوبي جيتانر الفرصة ويسدد، وفيصل عدم يسدد. جول 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 جول! هو بشا، هو رجل الثواني، هو القناص، هو الرايع، هو الهداف، هو المهاجم الخطير، هو المحترف، هو الوجه المشرق للكرة السودانية في أرض السعودية، في أرض الحرمين. يعود ويقدم لنا أجمل تحية من السعودية. بشا يزرع الفرح ويضيف الهدف الثاني لصقور الجيجان. ما أحلاك يا بشا وما روعك يا عجب. بعد تسديدة قوية زحفة والارتداد من حارس المرمى، يعود بشا بالبركات من الأراضي المقدسة ويمنحنا الفرحة. ما أحلاك يا بشا، الله عليك يا بشا، تسلم يا بشا. وهدف ومصعب عمر والتمرير في المرمى. جول! يا كرة بلياردو من القناص الفنان مصعب عمر، من الأسمراني القصير المكير مصعب عمر، يضع الكرة في الشباك الإثيوبية ويعلن الفرحة السودانية الثالثة في الدقيقة 35. جنود الوطن لبوا النداء بهجوم كامل. طبعا تأخر في الشوط الأول ب3 أهداف وخطيرة. الله، هدف ثاني. أداني ينجح في إضافة الهدف الثاني. أداني يضيف الهدف الثاني للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 5. تسديدة قوية كانت للمنتخب الإثيوبي من جيتانا رقم 9 اللي سجل الهدف الأول. هو اللي سدد ناحية مرمى أكرم صد الكرة، وجد أداني وأضاف الهدف الثاني للمنتخب الإثيوبي. إذن منتخبنا 3 أهداف للمنتخب الإثيوبي الذي كما قلت بدأ أكثر تنظيم، والهدف الثالث لإثيوبيا. إثيوبيا تعود من جديد للمباراة. منتخب الإثيوبي يعود من جديد للمباراة. هدف ثالث للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة 23. نتابع راسية من سيوم ينجح في الدقيقة 23 من إضافة الهدف الثالث لإثيوبيا ويعقد حساباتنا تماما.
دفاع منتخبنا مكشوف تماما. بكري المدينة ويمر بكري، يمر بكري وركلة جزاء، ركلة جزاء وبطاقة صفراء للاعب الياس، هي الثانية في هذه المباراة والثانية أيضا للمنتخب الإثيوبي. نتابع بكري المدينة والدفع واضح، ركلة جزاء لمصلحة منتخبنا الوطني. حكم الكاميروني الاودو اليوم لم يتردد في احتساب ركلة جزاء. نتابع دفع واضح جدا للاعب بكري داخل منطقة جزاء المنتخب الإثيوبي. إذا مهند الطاهر وإن شاء الله هدف. مهند الطاهر، مهند، جول! الهدف الرابع، الهدف الرابع، الحمد لله، الهدف الرابع لمنتخبنا الوطني. إذا أربعة للتعادل بالإيجابي. وراوي المرمى خطيرة متعة منتخبنا وركلة جزاء، ركلة جزاء. نتابع مع قائد منتخبنا الوطني هيثم مصطفى ودفع مباشر كما تتابعون. ركلة جزاء واضحة لمنتخبنا الوطني. نتابع في الإعادة، مجهود كبير كان لقائد كتيبة صقور الجديان هيثم مصطفى. وركلة جزاء في الدقيقة 43، في الدقيقة 43 نتابع هيثم مصطفى تقدم، ولكن هنالك الدفع كان واضح من المدافع الإثيوبي. وبالتالي ركلة جزاء لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله يتم تسجيلها ونرفع حصيلتنا من الأهداف إلى 5 أهداف مقابل 3، ونذهب لأديس أبابا للاحتفال بإذن الله. يلا يا مهند، يلا يا مهند، إن شاء الله هدف. متعود طبعا يلعب الكرة في مقص المرمى. هل سينفذ بذات الطريقة مهند؟ سنشاهد. مهند الطاهر تعود لمهند، يسدد، جول! مبروك للسودان ان شاء الله.